مرتضى منصور وفتوح وجمعة والفضايح اللي بالجملة في الزمالك. صلى على النبي وتعالى وانا احكي لك الحكاية. طبعا بعد ما الزمالك اتعادل امام الداخلية، طلع مرتضى منصور وقال لك ان عبد الله جمعة وفتوح كانوا بيسخنوا مرة واحدة لما عرفوا ان في تحليل مخدرات قاموا ماشيين. طب ازاي الكلام ده يا عم مرتضى؟ والله طلع قال كده وراح مجرس للنادي بنفسه. انت اصلا ممكن تلاقي اعلامي هو اللي بيهاجم اللعيبة، تلاقي جمهور، لكن انك تلاقي رئيس النادي هو اللي بيهد المعبد، ايوه انت في حضرة الدهاء الاداري مرتضى منصور. وجي طبعا تاني يوم قام جايب يا عيني المسكين عبد الله جمعة وحط راسه في الارض واعتذر، وبغبائه ثبت التهمة عليه ان هو فعلا كان بيحشش. ولكن احمد فتوح مرضيش يجي ويعتذر، لان بالتالي انت لو جيت فانت بتثبت فعلا كلام مرتضى منصور. زائد ان فتوح راجل ونخوته وعنده كرامته فوق كل شيء، فبالتالي فتوح غالبا هيبقى خارج نادي الزمالك. وكده كده مرتضى قال لك ده لو عايز يروح الاهلي يجيب له عرض ويتكل على الله. نسكت على كده؟ لا، شغالين في فضايح. وتاني يوم قال لك هعمل برضه لجنه منشطات وبتاع، وراح متصور صوره واخد اللقطه زي ما انت شايف. قال يعني هو كمان مشارك معاهم في الحمله. بس الغريب عزيزي المستمع ان اليوم اللي جت فيه لجنه المنشطات، احمد السيد زيزو اللي عمر ما جاله برد غاب عن التمرينات. قال ايه؟ جاله شد عضلي، مش شد في دماغه مثلا يعني يا فندم، تؤتؤ شد عضلي. وعبد الله جمعه نفسه مشي قبل ما اللجنه ما تيجي. ولما سالوا امير مرتضى منصور ازاي الناس دي مشيت، قال لهم معلش وان شاء الله هنبقى نحقق معاهم. ففي النهايه مش هقول لك غير اهلا بيك في الزريبه، لان بصراحه اللي بيحصل دوت خارج اطار كره القدم والرياضه، وانا ما شفتش في حياتي نادي بيدار بالطريقه دي. اكتب كومنت حلو منك واعمل اشتراك في القناه. كان معاكم محمد عصام وشكرا.